السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة ماكس الدار عزيزة. فوصفة اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم خبز الدار اللي كيجي رائع خفيف ورطب وكيجي ناجح ومهوي من الداخل. فغادي إن شاء الله تجربوه، غادي تستغناو تماما على خبز المحلات. فإن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم، فما تنسوناش بلايك الفيديو فضلا وليس أمرا. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتردوا عليا في التعليق وندوزوا للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. فغادي نحتاج هنايا عندي زلافة ديال السميده، يعني السميده الرقيقه الخاصه بالحرشه. عندي زلافه ديال فرينه ماشي الدقيق الابيض وانما فرينه. وغادي نحتاج هنايا زلافه ديال الفينو، يعني عندي 3 زلايف زلافه فينو، زلافه السميده رقيقه وزلافه ديال فرينه. غنبداو على بركه الله. وغادي ناخذ البول ديال العجينه وممكن تعجنوها بيديكم، فراه نفس النتيجه. كنوضع السميده الرقيقه مع الفرينه والفينو، الدقيق الفينو يعني الدقيق الصلب كيف كتشوفوا معايا. كنوضعهم في البول ديال العجانه وكنضيف عليهم 2 المعالق صغار يكونوا عامرين ديال الخميره حبيبات خميره الخبز، وكيبقى على حسب الجو. كنضيف معها معلقه صغيره ديال السكر سنيده، والملح كيبقى على حسب الذوق. كنضيف هذا المكون اللي كيعطي الخبز واحد الهشاشه وواحد الرطوبيه زوينه بزاف، اللي هما 2 المعالق كبار ديال الياغورت. يكون طبيعي، ضروري يكون طبيعي. كندير العجانه ديالي كتعجن ليا على هذا الشكل هذا، وكنبدا نضيف في الماء. بالنسبه للماء كنضيفو بشويه بشويه، وانا هزات لي هنا تقريبا 600 مليلتر ديال الماء، وكيبقى على حسب نوعيه السميده والكميه اللي غادي تعجنوا. فالماء كتضيفوه بشويه بشويه. صافي كنعجن الخليط، ومن بعد في اخر مرحله كنضيف هنايا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. وكنعاود نخلط، يعني كنعاود نعجن غير عجنه هكا خفيفه. صافي كيف كتشوفوا معايا العجينه كتكون على هذا الشكل هذا. هي كتكون معجونه مزيان مزيان. الا عجنتوا بيديكم فضروري كتدلكوها شويه، غير شويه ماشي بزاف، مهم حتى كتدلك على هذا الشكل. وكيف كتشوفوا معايا هنايا دوك الفقاعات هنا كتبين على ان العجينه راها مدلوكه مزيان مزيان. صافي كنجمعها على هذا الشكل هذا وكنرجعها للبول ديال العجانه بعد ما كندهنوا بشويه ديال زيت الزيتون. فكنوضعها فيه وكنخليها حتى كتخمر، يعني واحد ساعه الا ربع اولا ساعه، المهم على حسب الجو. وكتغطيوها بطبيعه الحال بالبابي سولفيريزي اولا بشي منديل. كتخليوها على جنب حتى كتخمر وكتولي على هذا الشكل هذا. هنا كناخذ السميده رقيقه، هي اللي غادي نقرص بها. فكيف كتشوفوا معايا هنايا الفقاعات في العجين هذا كيدل على ان العجين راه مدلوكه مزيان. صافي كنهبط ديك الخميره وكنبدا ندير كويرات من العجين. كيبقى الحجم على حسب نتوما، يعني كديرهم صغار او كبار. فانايا درتهم على هذا الشكل، فممكن تعبروهم هكا اللي مبتدئات فاش كيجيوكم قد قد. صافي كندوزهم في ديك السميده الرقيقه، وكنحاول ما ندخلش السميده في العجين، يعني في العجين الداخل كنديرها غير على الجهتين بجوج على هذا الشكل هذا. صافي وكنوضعها في واحد لاطه اللي نفرش عليها الورق الزبده اولا البابي كويسون. كنكمل بنفس الطريقه كيف كتشوفوا معايا. كنجمع دوك الاطراف وكنقلبها وكنعاود نوضعها في السميده الرقيقه، وهكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال العجين كامله. فخليكم معايا حتى الاخير. فهنايا بعد ما كملت فاستفتهم في اللاطه كيف كتشوفوا معايا. فانا عطاتني 9 ديال الخبيزات، انا درتهم شويه صغار. نتوما الا بغيتو ديروهم كبار راه كتعطيكم هكا 7 الخبيزات اولا، المهم كيبقى على حسب الحجم اللي درتو نتوما. كنخليهم شويه يرتاحوا في اللاطه واحد 4 اولا 5 دقائق، ومن بعد كنرجع كنبدا باول لاطه كنبدا نقرصهم على هذا الشكل هذا. يعني ما كنقرصهمش بزاف، غير شويه صافي، لان الا قرصتوهم بزاف ما غاديش يتنفخوا لكم في الفرن. المهم كنحاول نقرصهم شويه وكنخلي بيناتهم، يعني ملي كنبدا نقرصهم كنحاول نبعد وحده على الاخرى هكا باش فاش كيخمروا ما كيتلصقوش ليا، يعني ما كتجيش وحده لاصقه على الاخرى. المهم كملوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا معايا التتمه.
بعد ما كنكمل هنايا كنغطيهم بواحد المنديل وكنخليهم حتى يخمروا، ما كياخذوش مني وقت بزاف. بالنسبه هنا للاطه الاخرى، فاذا بغيتو ديروا فيهم هاد الخطوط على هاد الشكل هذا، كتاخذوا ديك الجراره ديال البيتزا اللي كتكون شويه ماضيه صافي، وكتعملوا فيهم هاد الخطوط هادو على هاد الشكل. هنايا بعد ما خمروا ليا، ما خداوش ليا الوقت بزاف لان خمروا المرحله الاولى. بالنسبه للفرن كنشعل عليهم من التحت، يعني الفرن على 220 درجه، ضروري كيكون سخون بزاف بزاف، كيكون سخون مزيان صافي. وكندخلهم حتى كيطيبوا ليا من التحت، ومن بعد كنحمرهم من الفوق، وراه الطياب ديالهم بحال الطياب ديال الخبز العادي وصافي. المهم هنا بعد ما خرجتهم، فهنايا كنحيدهم من اللاطه وكنوضعهم في واحد المنديل على هذا الشكل هذا، وكنغطيهم وكنكمل الطياب ديال البقيه ديال الخبيزات اللي عندي. بعد ما كنكمل الكميه كامله، فكنحصل على هذه النتيجه هذه. كيف كتشوفوا معايا كيجي خبز مفشفش ورائع، وحتى المذاق كيجي زوين بزاف بزاف. نتمنى تجربوه، فغادي يعجبكم ان شاء الله. كيجي رطب 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 ومهوي، وكيف كتشوفوا معايا من داخل كيفاش. وما تنساوش البنات تجربوا وصفتي اليوم هذا الخبيز اللي كيجي رائع، وانا متاكده النهار اللي غادي تجربوه غادي تستغناو نهائيا على شراء الخبز المخابز او الخبز المحلات. فراه بصراحه كيجي زوين بزاف ورطب ومفشفش وكيجي رائع، وما غاديش يخطاكم نهائيا. وشكرا لكم، فما تنسوناش بلايك للفيديو فضلا وليس امرا، واللي جرباتو تخلي لي تعليق. كنشكركم اول حاجه بدا كنشكركم على التعاليق الزوينه اللي كتخليو لي، التعاليق اللي كتحفزني وكتعطيني طاقه ايجابيه باش كنزيد نعطي اكثر. فشكرا لكم بزاف بزاف، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. إذا وصلنا لنهاية الحلقة، فشكرا على المتابعة، شكرا على اللايك، شكرا على التعليق، شكرا على أي حاجة زوينة كتوصلني من عندكم. فإن شاء الله نلتقيو في فيديو قادم بحول الله تعالى. خليت لكم الراحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.